مسرور، وعشر أواخر مبارك علينا وعليكم، والله يعيننا وإياكم على قيامها إن شاء الله. أولا أعتذر عن التأخير الحديث عن موضوع برونو، كان مفترض إني أتكلم معكم في بعد صلاة القيام، لكن والله انشغلت، أعتذر. راح أتكلم معكم في موضوع برونو بالتفصيل الممل، ولكن قبل كل حاجة عندي كلمة. يجب أن يعي المشجع النصراوي أن مصلحة نادي النصر فوق كل اعتبار، المصلحة الأولى لنادي النصر. وأنا على يقين بأن المشجع النصراوي يعي بأن هناك حرب ضروس من بعض النصراويين على فيصل بن تركي، لكن للأسف تتواصل. فلك أن تتخيل بأن نصراوي للأسف الشديد هو اللي اتصل على برونو بحكم صداقته معه وقال له غير البايو وغير انستغرام. تخيل انه يقول له تبي تسوي ضجة عند الجمهور النصراوي بحكم انه يعني محبوب ولا حق، سوي اللي انا اقول لك. تخيل. وقبل ما نبدا الكلام عن موضوع برونو، انا لا زلت اقول ان برونو اذا لم يكن احد نجوم هذا الموسم فهو النجم الاوحد في نادي النصر هذا الموسم. ولكن نجومية برونو لا تعني بأن نضع مصلحته فوق مصلحة نادي النصر، هذا أمر مرفوض لبرونو وغير برونو. الآن بقول لكم تفاصيل موضوع برونو، وكل واحد يحكم عقله ويترك عن خرابيط اللي يتكلمون في التويتر، مع احترامي لهم يتكلمون بدون ما يعرفون شيء. أولا، قبل ما يلعب برونو مع نادي النصر الموسم المنصرم كان في بند اتفق عليه النصر وبرونو ونادي نابولي. البند يقول إذا رغب نادي النصر في تجديد عقد اللاعب برونو فإنه يحق له تجديده بدون العودة للاعب أو لنابولي إذا دفع 25% زيادة على العقد الأول. شريطة أن يقوم نادي النصر بتسديد كم مستحقات اللاعب حتى شهر إبريل الماضي، وهو ما تم. النصر سدد لبرونو مستحقاته وفق الحوالات البنكية في حسابه الخاص وأشعره بذلك. كما قام نادي النصر بإشعار برونو بأنه يرغب بتجديد عقده وفقا للبند الموجود في العقد وزيادة 25%. وللمعلومية، بعد أن أشعر نادي النصر برونو رسميا بخطاب رسمي برغبته بتجديد عقده لموسم آخر وزيادة 25%، أصبح المبلغ كالتالي. أصبح ما سيتقاضاه برونو في موسم واحد $1,780,000، يعني تقريبا 6,600,000 ريال سعودي. على فكرة البعض يقول ان النصر وبرونو مختلفين، ان برونو يبي سنتين والنصر يبي سنة. لا، الكلام مو بصحيح، الاختلاف كان لسبب جوهري آخر. وللأسف الشديد ان اللي شجع على هذا الأمر هو نصراوي أو صديقه اللي جالس يتواصل معه الآن، مع الأسف الشديد. طبعا صديقه هذا طلب منه انه يلوي ذراع النادي ويستقل حب الجمهور له، وهو هذا اللي صار مع الأسف الشديد. فاجأ برونو الإدارة النصراوية بإحضاره لوكيل أعماله الإيطالي وطلب منهم العجب العجاب. تفاجأت إدارة نادي النصر أن برونو يطلب في الموسم الواحد $2,500,000، يعني حوالي 10 مليون في الموسم الواحد. طبعا انصدمت إدارة نادي النصر لأن العقد موجود فيه أن النصر إذا رغب بالتجديد يزيد 25% عن العقد السابق ويصير الإجمالي $1,780,000. برونو كان ما عنده مشكلة، سنة سنتين ما عنده مشكلة، حتى لو 3 سنوات، بس كان يبقى في الموسم الواحد $2,500,000. طبعا إدارة نادي النصر كانت تحاول تحتوي الموضوع وتمسك العصا من الوسط، ورغم أن الحق معها أنها ما تزيد حتى ريال واحد، لكن زادت إلى $1,900,000. برونو أصر على $1,500,000. إدارة نادي النصر حاولت تكون حكيمة أكثر، قالت له راح إجازتك، وإذا انتهت إجازتك تعال نتفاهم معك. آخر تواصل بين النصر وبرونو كان من يومين، أبلغهم برونو أنه سيحضر في 21 يونيو اللي هو يوم الأربعاء القادم. تفاجئوا أنه يغير البايو. إدارة نادي النصر وتحسبا لمثل هذه الظروف كانت تتفاوض مع مدافعين آخرين تحسبا لوصول الأمر إلى هذه المرحلة. طبعا الأولوية لبرونو، لكن إدارة نادي النصر ما تبغى الوقت يضيق عليها ويورطها برونو، فعشان كذا جالسة تفاوض مدافعين وفي نفس الوقت تحاول تحل الموضوع مع برونو. الآن بالعقل والمنطق لاعب أقدر أوقع معه $1,780,000 حسب النظام، أروح أعطيه $2,500,000